حبايبي، طبعا نحن اليوم في جمعية الأصدقاء لذوي الإعاقة، لكن طبعا السيد هذا قال مفروض لا تسمى ذوي الإعاقة. شو قلت أنت؟ شو يسمى ذوي الهمم. نعم، قال نسموها لأصحاب أو ذوي الهمم. هم صحيح هم مش معاقين أو كذا، هم بالعكس هم ذوي احتياجات خاصة كيف ما شفنا قبل في التعليق، وهم أصحاب الهمم العالية لأنهم بقدر ما هم معناها عندهم، يعني بقدر ما هم عندهم إعاقة جسدية، لكن قادرين على أنهم يقدموا عمل في المجتمع وعمل جدا جميل وينجحوا في كل المحافل. فتحية طيبة ليهم، رب يعطيهم الصحة والعافية. عليه وصحبه وسلم. على هامش مهرجان التراث في مدينة صبها زرنا جانب ذوي الهمم العالية وجمعية أصدقاء الهمم العالية. لا نستعمل هذه الكلمة. نعم، ليس معوقين. نعم، ليس الإعاقة، قلنا احنا الإعاقة في الفكر وليس في الجسم. نعم، فالإنسان بالعقل لا بالجسم إنسان. فالشعب يقول أنت بالعقل لا بالجسم إنسان. وشكرا. نعم، شكرا جدا. منورين الاسم اليوم منورين. طبعا من أجمل المشاركات. نعم، أنت بالعقل لا بالجسم إنسان. إن لم يكن عقلك ناضج، وأيضا إن لم تكن إنسان تقدم للمجتمع، ماذا تنفع الأطراف عندما تتحرك في أماكن غير صحيحة؟ تحية إلى هؤلاء الأبطال، تحية إلى كل من ساهم في أن يرسم الأمل، تحية لهم من القلب. أعلى تحية. طيب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم كل متابعينا الكرام. طبعا هذا المكان بالضبط مكان بجد يعني يفرق، مكان جدا جميل، فيه ناس برغم إعاقتهم لكن هم موجودين ويقدموا في الساحة، فهذا بجد حاجة جميلة جدا تضيف إلى هذا المهرجان رونق جدا جميل. فتحية طيبة بالأبلة. عبد السلام ضوء، عضو في جمعية الأصدقاء. ربي يعطيك الصحة. فنان